لكل أمة من الأمم عيد بيعود عليهم في يوم معلوم بيتضمن عقيدتها وأخلاقها وفلسفة حياتها. لكن من الأعياد ديت أعياد جيت عن طريق الأفكار البشرية واللي بعيدة عن الأعياد اللي شرعها لينا الله عز وجل. والأعياد ديت بتكون أعياد العقائد غير الإسلامية. ولو سألتك مثلا تعرف إيه عن يوم 14 فبراير، في منكم هيقول إن هو يوم عادي زيه زي بقية الأيام، لكن في طبعا كتير منكم هيقول ان هو يوم الورود والقلوب الحمراء. لكن طبعا الناس ديت ما يعرفوش قصة اليوم ده، وان هم بكده بيشاركوا ذكرى احياء قصيص من القساوسة بتاعت النصارى. وفي الفيديو بتاع النهاردة احكي لكم عن قصة اليوم ده بالتفصيل، وتابع الفيديو للنهاية عشان تعرفوا كل التفاصيل. يلا بينا نبدأ الحلقة. اهلا بكم مرة تانية. في البداية، مين هو فالنتين اصلا؟ هوية القديس فالنتين غير واضحة، وبتعترف الكنيسة الكاثوليكية بما لا يقل عن 30 قديس كلهم اسمهم فالنتين، والغريب انهم ظهروا كلهم في فترات زمنية مختلفة، لكن بيشتركوا كلهم انهم بيحملوا اسم فالنتين او فالنتينوس، وكلهم ماتوا يوم 14 فبراير في ظروف معينة حسب الكلام اللي قالته الكنيسة. فكان من بينهم مثلا قس من روما، والتاني كان عايش في انترامنا واللي معروفة باسم تورن في ايطاليا، اما الثالث فاتقتل في مقاطعة رومانية موجودة في افريقيا. فالنتين الاول كان كاهن عاش في القرن الثالث الميلادي، وكان ملقب بفالنتين روما. وفي يوم اصدر الامبراطور الروماني كلوديوس الثاني قرار بيمنع الشباب انهم يتجوزوا عشان بس يخلي دماغ الشباب مركزة في خوض الحروب وبس. لكن طبعا فالنتين الاول اتحدى قرار الامبراطور كلوديوس الثاني وقرر ان هو يجوز الشباب بالسر. ولما اكتشفوا سره قرر امبراطور روما كلوديوس الثاني بحبس الكاهن فالنتين، ومن ثم اعدامه بحلول 14 فبراير عام 278 او 270 حسب الروايات. وعشان يضيفوا بعض التحسينات على قصته، قالوا ان الكاهن فالنتين هو اول شخص يكتب بطاقة تهنئة بعيد الحب في الليلة اللي سبقت تنفيذ حكم الاعدام عليه، وكان بيخاطب فيها بنت الراجل اللي سجنه واللي كانت كمان بتزوره في السجن بتاعه، وارسل ليها رسالة قصيرة ووقع عليها وكتب من المخلص ليكي فالنتين. في بقى قصص تانية بتقول ان الكاهن فالنتين الثاني واللي عايش في تورني اتقتل بسبب مساعدته للمسيحيين في الهروب من السجون الرومانية بسبب تعرضهم للتعذيب، والكلام ده أثناء عهد الإمبراطور الروماني أوريليان. أما القديس الثالث فمن المرجح إن هو أصلا ملهوش أي علاقة باليوم ده، لأنه اتقتل في مقاطعة رومانية كانت موجودة في أفريقيا. أما المفاجأة إن أصل عيد الحب ممكن يكون وثني، وبيقول بعض المؤرخين إن أصل عيد الحب احتفال روماني واحتفال وثني للآلهة بتاعتهم، واللي عملته الكنيسة ما هو إلا محاولة لتنصير احتفال لوبريكيليا. ودلوقتي عزيزي المشاهد هفهمك الموضوع ده بشكل أبسط شوية. جه في الموسوعات إن الرومانيين كانوا بيحتفلوا بعيد لوبريكيليا في 15 فبراير من كل عام، وطبعا للاحتفال ده كان فيه طقوس وعادات وثنية، وكانوا بيقدموا كمان القرابين لآلهتهم المزعومة، وكل ده عشان تحمي مراعيهم أو المزارع بتاعتهم من هجوم الذئاب. وكان اليوم ده بيوافق أجازة فصل الربيع عندهم، لكن كان حسابهم للشهور مختلف عن حساب الشهور الحالي، وحصلت بعض التغيرات وبقى يوم 14 فبراير في القرن الثالث هو يوم الاحتفال. وفي الوقت ده كان الدين النصراني في بداية نشأته. وذكرنا قصة الكاهن فالنتين لما عرض امر الامبراطور كلوديوس الثاني، لكن عرض عليه الامبراطور ان هو يعفى عنه مقابل ان هو يترك النصرانية ويعبد آلهة الرومان، لكن الكاهن فالنتين رفض عرض الامبراطور وفضل النصرانية وتنفذ فيه حكم الإعدام. وزي ما قلنا إن النصرانية كانت لسه في بداية نشأتها في أوروبا، فما قدرتش إنها تمحي من دماغ الناس احتفال لوبريكاليا، لأن الاحتفال كان بيمتد من 13 فبراير لحد 15 فبراير احتفالا بذكرى مؤسسين الدولة الرومانية، وهم أخوين أصلا، واحد اسمه رومولوس والتاني اسمه ريموس. وبحسب الميثولوجيا الرومانية ففي عام 800 قبل الميلاد، وبحسب الأسطورة إن الأخوين رومولوس وريموس تم تركهم على ضفة النهر وكانوا أطفال ساعتها، ولقيتهم ساعتها ذئبة وهي اللي رضعتهم، وده اللي ممكن يوضح اسم المهرجان. فالاشتقاق المحتمل لاسم لوبريكاليا هو لوبوس، وتعني باللاتينية الذئبة. بالإضافة لكده فهو احتفال بآلهة الخصوبة عند الرومانيين، واستمر الاحتفال بالعيد ده لغاية القرن الخامس الميلادي، واعتبروا العيد ده إن هو عيد غير مسيحي. وساعتها أعلن البابا جلاسيوس إن يوم 14 فبراير هو يوم الاحتفال بذكرى الكاهن فالنتين، طبعا كبديل لاحتفال لوبريكاليا، واللي أصدر قراره ده في عام 496 ميلاديا، لأن بعد سنين انتشرت المسيحية في أوروبا وأصبح ليها السيادة. وبقى في اليوم ده من طقوسهم انهم يتبادلوا الورود وكمان بطاقات الحب، وكان من ضمن الصور ديت كيوبيد، واللي هو على شكل طفل ليه جناحين وشايل معاه قوس.
وده بيعتبر إله الحب عند الرومانيين، وكانوا بيعبدوه من دون الله عز وجل. وطبعا جيت روايات كتيرة لكن كلها بتدور حوالين المعنى ده. نيجي بقى دلوقتي لنقطة مهمة، وهو ليه اللون الأحمر بالذات هو اللون الطاغي في يوم الفالنتين وايه اصله؟ والاجابه ان مهرجان لوبريكيليا كان غريب جدا، وكمان من طقوسه ان البنات كانت بتجيب اكل وكانت بتحطه عند شجره التين، وبيبقى معاه شابين، لكن الشابين دول بيبقوا معريانين تماما، وبعد كده بيذبحوا كلب ومعزه كرمز للبقاء والخصوبه. وبيبدا الشابين دول انهم يخلطوا دم الكلب والمعزه ويدهنوا بيهم جسمهم، وده المصدر المرجح لانتشار اللون الاحمر في اليوم ده. وبيبدأ الشابين دول في موكب احتفالي انهم يمشوا في شوارع المدينة، وكمان كان معاهم قطعتين من الجلد ومليانين بالدم، وبيدهنوا اي حد يقابلهم او يصادفهم بالدم كعلاج يعني وزيادة الخصوبة. هل انت بقى كمسلم عايز تحتفل بعيد الذئبة، ولا بمؤسس الدولة الرومانية، ولا حتى بالقديس فالنتين المسيحي؟ لما جه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة كانت الناس عندهم يومين بيلعبوا فيهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: ومن هنا كان الخير كل الخير والأولى إن احنا نلتزم بما شرعه لينا الإسلام والله عز وجل، وإن احنا نلتزم بأعياد الإسلام وبتعليم نبيه وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن فتاوي اليوم أنا مش شايفها غير إنها عملية ترويج لعملية البيع والشراء وبس، لأن الحب المقصود في اليوم ده هو العشق المحرم والإباحية والجنس بلا حدود ولا قيود كمان، ومش الحب الطاهر ما بين الراجل وزوجته. وبكده نكون عرفنا قصة اليوم ده بالتفصيل، وان احنا يجب علينا كمسلمين ما نحتفلش باليوم ده. واللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. وبكده خلصت حلقتنا. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك حلقاتنا اول باول. سلام.